السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم تحليه بريستيج رائعه في المذاق، كتجي بنينه بزاف والمقادير ديالها سهله وبسيطه بزاف. طريقه التحضير لا في المقادير لا في طريقه التحضير. هنا بالنسبه للمقادير خديت كاسرول وضعت فيه نصف لتر تاع الحليب، غنضيف كذلك كميه من السكر كيبقى دائما على حسب الرغبه، ممكن تستعملوا 2 معالق كبار حتى 3 تاع السكر سنيده. انا توفر عندي هاد السكر كنسيو استعملته. كنضيفو كذلك 2 معالق كبار يكونوا مملوئين جيدا تاع الدقيق، ممكن تعوضوها بمايزينا بملعقه كبيره تاع مايزينا. غنضيف ايضا واحد فلون بنكهه الكراميل. بالنسبه للفلون الا استعملتو الفلون اللي منكه بالسكر ما تستعملوش السكر في هاد التحليه هذه. كنخلط جيدا هاد العناصر مع بعضياتها وكنوضع الكسرون ديالي فوق النار. بعد ما كنخلطوا العناصر مزيان بهذه الطريقه كنوضعوا الكسرون كنستمروا في التحريك جيدا باش ما يلتصقش لينا الدقيق في القاع نتاع الكسرون. بهذه الطريقه هذا هو القوام نتاع الخليط. هنا كنضيفوا 1 دانيط نتاع الكراميل وكنخلطوا جيدا حتى كيندمج لينا كاع العناصر بهذه الطريقه. من بعد انا خديت هاد الكؤوس هادو اللي هما اللي غنقدم فيهم التحليه. ممكن تستعملوا اي نوع يعني نتاع الكؤوس عندكم. هنا خديت قطع نتاع المادلين فرشتها في القاع نتاع الكؤوس بهذا الشكل هذا. كنحاول نضغط قليلا بالاصابع ديالي باش تثبت لينا المادلين في القاع نتاع الكؤوس بهذا الشكل. من بعد كنفرغ الخليط، كنوزع الخليط على الكؤوس بهذه الطريقه هذه. كندخل التحليه ديالي للثلاجه تبرد مزيان حتى كتماسك ونرجع معكم باش نزينوها. هنا كما كتلاحظوا بردات ليا التحليه. غنزينها بقطع نتاع الموز اللي قطعتهم دوائر بهذه الطريقه كنستفهم على الوجه نتاع الكؤوس بهذا الشكل. ممكن تستعملوا يعني الفاكهه اللي بغيتو. انا هنا استعملت الموز كيتوت بزاف مع الكراميل بهذه الطريقه. التزيين دائما كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر عندكم. هنا كناخذ القليل من صلصه الكراميل وكنوضع خطوط عشوائيه على الوجه بهذه الطريقه هذه. خديت القليل من لاكريم شونتيي اللي خفقتها مع القليل من الحليب وضعتها في هاد لابوش وغندير نزين بها بحال هكا من فوق الموز. يعني هذه مجرد اضافه، ممكن تحتفظوا بالتحليه ديالكم فقط تزينوها بالموز وبعض المكسرات وتخليوها. كنزيد خطوط من الكراميل فوق لاكريم شونتيي بهذا الشكل بهذه الطريقه. وغناخذ القليل من الجوز ونوضعه على الوجه. ممكن تستعملوا اي نوع تاع المكسرات عندكم بهذه الطريقه. وهكا كتكون التحليه ديالنا وجدات. كنتمنى تكون هاد التحليه نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها وتعجبكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. بارطاجوا القناه مع الاصدقاء والاحباب. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في فيديو مقبل ووصفه جديده.